عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباحكم زي العسل. صباح الجلاش. هنعمل النهارده حبة جلاش تحفة. صوابع الجلاش كده الجميلة كده، نعمل حبة صوابع جلاش كده حلوين مسكرين يعني مش حادقين. متنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نخش على المقادير بتاعتنا. نعمل الشربات. نحط الشربات على البوتاجاز الاول. معايا هنا كوباية سكر، كوباية ونص سكر، مش عايزة شربات كتير يعني. ماشي، كوباية ونص سكر على كوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا حطيت هنا كوباية ونص سكر وكوباية مية. احط عصرة ليمونة، ولع بقى عليها احطه على البوتاجاز. مش هقلبه ولا حاجه لما يغلي. اما عايز تقلبيه قلبيه لما يغلي. اما الوقت مش هنقلبه ونيجي جنبه عشان ما يسكرش. حطه على البوتاجاز. تعالى يلا نعمل صينيه الجلاش الحلوه التحفه دي. انا معايا هنا ورقه جلاش، ورقه جلاش اللي هي النص. هفردها كده على فوطه. بصوا معايا كده ورقه الجلاش اهي. حطيتها فوق فوطه تحت وفوطه فوق وغطيتها عشان ما تتشافش معايا، لان انتوا عارفين الجلاش بينشف. ماشي. معايا هنا بقى صاج كده او صينيه او اي حاجه انت حابه تحطي فيها يعني. معايا هنا نص كوبايه سمنه على زيت، نص كوبايه سمنه على زيت. عايز احط كله سمنه بس مفيش مشكله. ندهن بقى الصاج بتاعنا، ندهنه كده زيت سمنه يعني من حاجه ندهنه حلو كده. ماشي. الكوبايه ونص نص كوبايه سمنه على زيت. ده اللي هنورق بيها. هنورق بقى الجلاش بتاعنا كده. اهو الصاج بتاعنا جاهز اهو كده. معايا هنا ايه اهو كوبايه فول سوداني مجروش. فول سوداني مجروش اهو. تمام كده، واحده واحده كده مع بعض. يبقى انا كده معايا ورقه جلاش نص كيلو، معايا نص كوبايه، ومعايا كوبايه فول سوداني مجروش او اي مكسرات انت حابه تحطيها، ومعايا هنا نص كوبايه سمنه على زيت. بس بقى لو معاكي قلم او عصايه شيشطاووق زي دي كده تمام كده. انا هلزقهم عشان يبقوا ايه ماسكين، يبقوا ماسكين ما يفضلوش رايحين جايين. ماشي. حطها بلزق من هنا ومن هنا اهي. اهم حاجه الزقيهم كده. لو عندك عصايه تخن كده مفيش مشكله، عندك قلم مفيش مشكله، بس دول هيبقى احسن لك من القلم لان القلم هيبقى صغير شويه فمش هياخد معاك الشكل الحلو. نعمل جلاش جميل النهارده، سهل خالص وبسيط ومفيش فيه اي حاجه. ناخد بقى ورق الجلاش. بسم الله. طبعا ندهنها زيت سمنه يعني على زيت باينه معاكي. اهم حاجه ندهنها عشان دي اللي هيدينا التوريق ويدينا الجلاش يبقى مقرمش كده وجميل. تمام كده. بعد ما فردنا الورقه فردناها. ماشي اهي. اهم حاجه يبقوا قد بعض الاتنين اهي. طبقها نصين وبعد كده تجيبها بقى بالطول اهي، وندهنها برده سمنه على زيت او الماده الدهنيه زي ما احنا قلنا بتاعتك اللي انت عايزاها اهي. بعد كده اجيب العصايه بتاعتي اهي. بعد بقى كده احط حبه سوداني اللي انت عايزه تحطيه حطي، يعني عايزه تحطي مكسرات بقى انواع بقى اي نوع انت حباه اهو. مش هنحط كتير وموضوع ايه، حطوا كده حبه صغيره. بعد كده بقى نلفه نيجي هنا برضو ندهن كده عشان دي اللي تقفل معاك صباع الجلاش اهي. بعد كده نضمها على بعضها كده اهي. طبعا متبقيش تقفلها، ما تقفلهاش قوي عشان تيجي معاكي ايه اهي. بس نعمل كمان واحده مع بعض. نجيبها من النص كده ونتنيها او المهم يبقى قد بعض. نجيبها بقى بالطول تاني كده اهي. ندهنها برضو تاني سمنه
الدهن في السمنه دي هتفرق جامد يا جماعه، فاهم حاجه دهنوا السمنه اهي. حطوا بقى حبه مكسرات كده، حبه فول سوداني، مكتريش يعني. اهم حاجه هنا قفلي حلو كده، عشان هي مسحه السمنه ديت هي اللي هتقفل معاكي ورقه الجلاش من هنا. تضغطوا بقى كده بصوا اهي، بصوا واحده كمان عشان ابقى ايه مش الخطوات واحده واحده كده مع بعض. وبعد كده هعمل دي معاكم بقى، وبعد كده هخلص بقى انا الكميه ايه مع نفسي كده. الورقه يعني مقطعه سنه مفيش مشكله. هو الجلاش كان عندي اساسا في التلاجة بقاله يومين 3، فلو انت جايبه لسه طازه على طول هيبقى احلى من كده كمان، مش هيتقطع يعني معاكي كده يعني. امال التلاجة منشفاه شويه اهو من النص كده اهيت. بعد كده ايه اهي، مفيش اسهل بصوا من كده. نحط العصايه بتاعتنا. طبعا لو عندك عصايه طويله زي العصايه بتاعت الشيش طاووق ديت هتبقى احلى، بس هي دي اللي لقيتها موجوده يعني معايا، هي ايه مشي الحال بيها يعني. ما عندكش اعملي بالقلم، قلم رصاص كده او اي حاجه واعملي بيه اهي. نضغطها بقى كده لما تضغطوها جامد وتيجي تسحبيها اهي. بصوا بصوا بقى جميله ازاي. وورقه الجلاش طلع معاكي كميه كبيره، ولو في عندك عزومه ولا اي حاجه بصراحه الكميه بتطلع حلوه قوي اهي. هخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه دي وارجع لكم بقى تاني. بصوا كده خلصتهم اهو. نقطعهم بقى، اهم حاجه تقطعيهم قبل ما تدخليهم الفرن. بسم الله ما شاء الله، بقول لك يفرط معاكي حلو قوي لو عندك عزومه ولا حاجه، لان دوت الصبع بتقسميه على 2 فهيفرط معاكي حلو قوي وطعمه جميل، فبيقرمش كده وطعمه حلو. بصوا هنقطعه كده نصين، اهم حاجه نقطعه قبل ما نسويه، لان مش هينفع تقطعيه بعد ما تسويه هيتكسر منك، مش هيبقى مسوي حلو. نقطع بقى دي كده سهل خالص، ما بياخدش اي وقت خالص، وجميل جميل والله بجد. بس كده عليهم بس بالراحه، اي سكينه حاميه كده عشان ياخدوا اي وقت اهو. بص انا نص كوبايه سمنه على زيت خلصت هنا، فانا حطيت معلقه سمنه بلدي، معلقه سمنه كده. همسك بقى سخنتها حلو وهمسكها بصوا عشان تورق بقى معايا كده الجلاش اهي. عندي بقى الجلاش كله كده بالسمنه، معلقه سمنه كده. لازم تعملي الخطوه دي عشان يطلع معاكي مورق كده وقرمش وحلو. هيورق برضو من قلبه لان احنا دهنينه من قلبه، فهيبقى معاكي جميل. نولع الفرن يسخن على درجه حراره 180، ندخلها على الشبكه اللي في النص. لما تطلع كده بقى نوريها لكم تبقى تحفه. الشربات بتاعي اول ما غلى قعد 10 دقايق يغلي وطفيت عليه عشان يلحق يبرد، عشان الجلاش يطلع سخن من الفرن ونحط عليه الشربات بارد. عشان بحاول كده بالسوق او جنب من الحروف من هنا كده عشان برضو ايه تستوي كده وتورق وتبقى حلوه. بس كده كده بقى صينيه الجلاش بتاعتنا جاهزه. ندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180، هو حسب نوع الفرن بتاعك. هدخلها انا عندي هدخلها على درجه حراره 180، هحطها في الرف الوسطاني الشبكه في النص، ادخلها وتطلع بقى نوريها لكم. بصوا الجلاش بتاعنا طلع من الفرن، بصوا جميل ازاي، بصوا تحفه تحفه تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيب بقى شربات زي ما انت عايزه. الشربات بتاعي جميل اهوت. بس انا مش عاملاه تقيل قوي، مش حابه تقيل، يبقى تقيل قوي عشان ايه لما تاكلي كده ما تجزع نفسك، ما تجزعش منه يعني. انت حابه تعمليها تقيل عن كده مفيش مشكله. اقربهم بس ببعض كده عشان ايه يشربوا مع بعض كده. لازم تنزلي على الجلاش وهو سخن بالشربات. سيبه بقى كده يشرب مع نفسه كده. بس مش هزود عن كده عشان المره اللي فاتت عملت الكنافه جه سكرها زياده، فكله قاعد يقول لي حرام عليكي سكرها زياده. اهي سيبها بقى كده. بصوا في شربات من تحت كتير اهو، هي هتشرب بقى كده وهتتنغنغ. بصوا سيبها كده تشرب من الشربات، وبعد كده نرجع بقى ايه نحطها في طبق التقديم او هوريها لكم. بصوا الجلاش القمر بتاعنا، بصوا العسل اهو. اي بقى حاجه عايز تحطها على وشه كده يعني زواق كده، حاجه شكلها حلو كده يخليك شكل الطبق حلو يعني مفيش مشكله. بصوا العسل طبعا بيتكلم عن نفسه والله العظيم زي العسل. بصوا الجمال اهو. بصوا بقى ده انا عاملاه ساده عشان عندي بنوته بتاكلش الفول السوداني، فعامله لها طبق ساده. وده اللي محشي. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا عسل ازاي، بصوا الجمال. بصوا عسل 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 ومقرمش كده وسكره مش كتير. انا ما تقلتش الشربات، انا ما حبيتوش يبقى تقيل، يا دوب غلى كده 5-6 دقايق وقمت طافيه عليه. فشرباته كان خفيف حتى وانا بصبه شايفينه اللي هو خفيف. ما حبيتش يبقى تقيل قوي عشان لما تاكلي منه كده نفسك ما تجزعش منه. شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا العسل، بصوا القمر بتاعنا. طبعا نكسر واحده كده. بصوا جماله، بصوا عاملين احمر ازاي. بصوا هنا، بصوا قلبه، طعمه تحفه. بصوا احمر منها ازاي وعسل ازاي. عشان محمره حاجه بسيطه كده. بصوا جميله ازاي. بصوا الحشو بقى، بصوا مورقه من جوه ازاي عشان احنا دهناها. لما بتدهنيها سمنه ولا زيت يعني بتدهنيها بتورقيها يعني بتطلع معاكي. بصوا مورقه وجميله ازاي. دي كانت الوصفه بتاعتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. حطوا لايك. الفيديو ده بقى حلو قوي قوي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. ينفع بقى كده في عزومات رمضان وعلى السفره بتاعتنا كده في رمضان. جميل جميل. وورقه الجلاش بتفرط معاكي ياما بصراحه تحفه. اعملوه جربوه ان شاء الله يعجبكم. مع مطبخ شريف شحيره. المشترك في قناه اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلوا كل جديد. بحبكم في الله يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.